موضة منتشرة ما بيننا احنا المسلمين ولا تليق بمسلم، ان بقى اي اتنين يحصل ما بينهم خصومة وواحد منهم عارف فضايح عن التاني يلهوه يفضحوا بقى وينشر ويروح ويجي ويتكلم وما يسكتش. وبرامج الفضايح بقى اللي تستضيف فلانة وفلان وده يفضح دي ودي تفضح ده، ويمكن يكونوا في بعض الاحيان ازواج، ودينا لسه شايفين بعينينا. والمخطئ الاول هو اللي وقع في الفضيحة نفسه. ايه اللي جرأك على ربنا سبحانه وتعالى يا اخوي؟ ايه اللي بعدك عنه؟ ليه غرك ستر ربنا سبحانه وتعالى؟ ربنا سبحانه وتعالى بيستر ولكن في لحظة، والله لحظة رصيد الستر يخلص الفضيحة تيجي. فصاحب الفضيحة هو المخطئ الأول، ولكن خطأه مردود. توب وربنا سبحانه وتعالى يتقبلك ويعفو عنك، قادر ينسي الناس فضيحتك ويعينك ويغفر لك ويرفعك أعلى الدرجات. والمخطئ الثاني اللي فضح، النبي صلى الله عليه وسلم وصف الفعل ده أنه مش من الإيمان. قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، ونهى عن تتبع عورات المسلمين، وقال إن اللي يتتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. يلي بتفضح خد بالك وخاف من الفضيحة، استر يا حبيبي وانصح بقى وحاول معاه وبتاع، ولو خلاص شايف انه لازم نفارق. ولكن فضيحة ورسالة بقى للناس اللي بتحب تزيد في الزيطة وننشر الفضيحة اكتر واكتر ونهزر ونضحك عليها ونعمل عنها ميمز وكوميكس. شاركت يا حبيبي، وده ليس من الايمان. فمن غره ستر الله توب وقرب، واللي في ايده الفضيحة استر، واللي عرف الفضيحة اكتم. ربنا يهدينا يا رب ونبقى مسلمين نرضي ربنا سبحانه وتعالى.